في مرة فاكر كنا ماشيين مسافرين، فماشيين في طريق سريع وكنت بجري شوية، بعدين قبل كمين رحت مهدي وعدينا الكمين وما سألتش على الرخصة ولا الراجل لقط رقمي ولا ان انا كنت ماشي بسرعة. وبعد ما عدينا بقول لمراتي مبسوط ان احنا عدينا يعني وكده، كويس ان احنا ما اتخدناش مخالفة. فلقيت بنتي قاعدة ورا صغيرة، وقتها كان يمكن عمرها 6 أو 7 سنين، تقول لي بابا هو احنا مش كده نبقى بنضحك على البوليس؟ شوية قعدت افكر في اللي هي بتقوله، وقعدت اقول لها ليه بتقولي كده؟ لا ده احنا عربيتنا المفروض فيها عوامل امان، يعني فيها هي الوسائد الهوائيه دي وفيها حزام امان، بس في عربيات تاني بقى ما فيهاش الحاجات دي، فيعني طبعا الحاجات دي بتبقى خطر لو مشوا بسرعه. واكتشفت ان انا بقولها اي كلام، وان انا يمكن اكون بلوث براءتها. هي شايفه ان انت لما ما بتمشيش على السرعه وبتعدي الكمين من غير ما تتاخد مخالفه، انت كده بتضحك على البوليس او بتكذب. افتكرت وقتها ازاي ان الاب والام هم اللي بيعرفوا المبادئ الاخلاقيه لاولادهم بالطريقه اللي هم بيعيشوا بيها. كتير بنقول حاجات وبنعمل عكسها، او مش بنعمل بالظبط اللي احنا بنقوله، بس بتترجم جوه اولادنا بان ده خداع وكذب وعدم حق وعدم امانه. ولما بيكبروا احنا بنشوف ده في عيالنا، ولما بنشوفه في عيالنا اولادنا بنتعب وبنتضايق جدا، بس بننسى ان احنا ممكن نكون سبب من المشكله دي. عشان كده شجع كل حد، ارجوك عيش بكل امانه قدام ولادك ووراهم كمان، في الخفا وعلانيه، لان هم مراقبينك وشايفينك وعارفين كل حاجه انت بتعملها، وهم اذكياء قوي. اوعى تستنصح على عيالك او تفتكر ان هم مش واخدين بالهم، لا هم واخدين بالهم وهيعيشوا زي ما انت عايش، مش زي ما انت عايز.